مبروك لكم، انتم اللي حضرتوا ودعمتوا المنتخب. شكرا لاخوان اللاعبين للكادر التدريبي، مبروك للجمهور. الحمد لله والشكر انه قدرنا نحقق نتيجه ولا اداء اليوم في هذه المباراه، ودائما المباراه الاولى تكون صعبه على جميع المنتخبات، لكن الحمد لله والشكر قدرنا اليوم نحققها مع بعض. عن جد ممكن اليوم كان الدخول لهاي البطوله هو تجريب اللاعبين، اليوم بعد الفوز كبر الطموح. مثل ما تعرف المدرب صراحه انه تجريب اللاعبين، احنا اليوم كلاعبين انه نتمنى انه نحقق البطوله، لكن انت تعرف بطوله كل المنتخبات متقاربه، وانت جاي تشوف نتائج المباريات كل اللي سبقت مباراتنا، لكن احنا طموحاتنا انه نوصل لابعد نقطه. احنا كلاعبين الكادر التدريبي قال تجربه اللاعبين، لكن احنا بالنسبه لنا كلاعبين انه ممكن انه نثبت انه للجميع احنا على قدر المسؤوليه. رسالتك للجمهور عن جد؟ والله الجمهور احنا دائما ما نروح المباراه لاي بطوله نلقى الجماهير حاضره والملعب فل. اليوم تفاجئنا انه بالحضور الجماهيري القليل، لكن اليوم اللي تواجدوا وحضروا ودعموا، وخاصه انتم اللي صار فتره انه هنا بالدوحه وقفتوا ودعمتونا. المهم ان احنا نفرح جماهيرنا، اذا كانوا موجودين واللي كانوا بالعراق واللي خارج العراق، احنا نلعب من اجل الشعار. شو تتكلموا وياكم؟ يعني دائما هو المدرب ايجابي انه تجربه اللاعبين، لكن اليوم اللاعبين قدروا ان يحققون نقطتين مع بعض، هي المستوى الفني ونتيجه المباراه.